هاي everybody، هلا بالفيديوهات الطويلة. بقالنا كتير جدا ما عملناش فيديوهات طويلة. يمكن آخر فيديو عملناه كان من حوالي 6 شهور، ده اللي هو فيديو كان من حوالي 6 شهور. كنا بنعمل فيديوهات قصيرة جدا. لكن المهم بس قبل ما نبدأ وبعد لكن انك تعمل سبسكرايب وتكون مفعل الزر، علشان ان شاء الله هنرجع بالفيديوهات الطويلة والريفيوهات حول انهي برنامج يكون كويس وانت بتتعلم الليسننج، واهم البرامج اللي انت لازم تتعلم منها الانجليزي، واهم برامج الليسننج والرايتنج والريدنج والسبيكنج وكل الحاجات الجميله دي، علشان تقدر انك توصل لمرحله كويسه جدا في تعلم اللغه. فعلشان كده ما تنساش انك تكون عامل سبسكرايب للقناه، ويلا بينا. اولا كده بالصلاه على النبي، احنا برنامجنا النهارده ما ينفعش ان يكون على التليفون عندك. ده كده بسم الله الرحمن الرحيم، البرنامج ده ما يكونش على التليفون عندي. يا عم ازاي؟ ده برنامج كويس والناس بترشحه، ده انا شفت جماعه نيتف سبيكر في اللغه بترشحه. البرنامج ده مش كويس. مش كويس بقى من ناحيه حاجات كتير جدا. احنا عندنا مراحل الانجليزي او مراحل اي لغه بتتمحور حول 4 حاجات اساسيه: الرايتنج والريدنج والسبيكنج والليسننج. اي لغه اي لغه فيها ال3 حاجات دول، ما تخلاش اي لغه من الحاجات دي. البرنامج بيوفر لك كميه لغات كتير جدا جدا جدا، في سواء جيرماني، سبانيش، راشن، تركيش، كل اللغات، انجليزي، كل اللغات في البرنامج ده. لكن اللي انا بستغربه صراحه، يعني زي ما قلت لك في اول الفيديو، ان انا بشوف جماعه النيتف سبيكر بيرشحوا البرنامج ده. انا البرنامج ده في بدايتي يعني مش عايز اقول لك ان انا ضيعت فيه وقت كبير جدا وانا ما اتعلمتش اي حاجه. يعني البرنامج ضيع لي يمكن اكتر من 4 شهور مثلا او 5 شهور، فاكر ان البرنامج ده هيوصلني لمرحله كويسه جدا في اللغه، وطلع بلح في الاخر. ما استفدتش منه ولا حاجه. ايه فكره ان انا اجيب لك ايكونز او بيكتشرز كده، ايقونات او صور، واقول لك وصل لي واتر بواتر، وصل لي دينجرس، وصل لي كات بكات، ده وصل لي انيمالز بالانيمالز. ايه الفكره؟ يعني هل انا جاي ان انا اتعلم لغه ولا جاي اتعلم كلمات؟ طبعا الكلمات مهمه. نضرب خربوش شويه. طبعا الكلمات مهمه عشان تكون جمل، لكن هل انا قاعد بحفظ كلمات بس؟ يعني ان شاء الله المرحله الجايه امتى هنحط الكلمات اللي احنا عمالين نحفظها دي في جمل؟ امتى يعني؟ فتجربتي الشخصيه قعدت حوالي كده، لا البرنامج ده كويس ان شاء الله. يعني هنخش ان شاء الله في الجرامر، طب هنخش في الرايتنج، طب هنخش في السبيكنج يعلمني ازاي اتكلم، طب يعني اي حاجه، يعني انا حاسس ان انا مش يعني ايه انا عمال اضيع وقت وخلاص يا جدعان. يعني علمونا بقى حاجه، يلا نبدا بقى يلا. فمن هنا اكتشفت ان البرنامج بلح. يعني ايه ده؟ ايه يا معلم؟ ايه مفيش غير عندك غير كلمات بس؟ يعني هل البرنامج كله مقتصر على الكلمات بس؟ حضرتك ما بتعملش حاجه في البرنامج غير الكلمات؟ علمني اي حاجه بقى تانية. علمني جرامر مثلا، يعني علمني امتى المضارع البسيط والمضارع المستمر والحاجات دي، وقاعده ان وان علمني الاسماء المعدوده والاسماء الغير معدوده، علمني الصفات، علمني الجرامر اللي احنا عارفينه، علمني الحاجات دي. لا، انت هنا انا اللي اعلمك، مش انت عايز ايه؟ عايز تتعلم لي الجرامر والليسننج والسبيكنج والحاجات دي؟ لا، احنا عمالين نحفظ في كلمات. بيفكرني لما تيجي تعمل سيرش على جوجل تلاقي ايه؟ اهم 6000 كلمه في اللغه الانجليزيه. صباح الفل يا معلم، هو انا جاي احفظ كلمات؟ انا عايز جمل. الكلمات مهمه وكل حاجه، بس انا عايز جمل. عايز تحط لي الجمل دي في قصه كبيره ان انا اقدر احفظها، قصه مصوره، قصه حاجات، قصه تكون كويسه ان انا اقدر من خلال القصه دي احفظ الكلمات دي. لكن انت صباح الفل عمال تديني في كلمات بس. البرنامج المشكله انك لو دخلت مثلا على متجر بلاي هتلاقي كميه داونلود للبرنامج ده غريبه. يعني ايه يا جدعان؟ انتوا مغيبين للدرجه دي؟ يعني معلش يعني، حضرتك لما دخلت البرنامج ده ما حسيتش انك مش مستفاد اي حاجه خالص؟ يعني ما حسيتش بنفسك كده انك
بتضيع وقت، وفي برامج احسن، وفي ان انت تكون كويس في حاجه تانية او في ابلكيشن تاني يوفر لك كل اللي انت عايزه. انا بص، انا اتعلمت اسبانيش وعلمت جيرماني وعلمت انجليزي وحاليا بتعلم لغه تانية رابعه. البرنامج ده حرفيا لا يسمح انك تتعلم فيه الحاجات دي كلها. اه في كل اللغات دي ان انت تقدر تتعلمها من على ديولينجو، لكن البرنامج ده حرفيا انا حاسس ان هو يعني عادي. برنامج زي ايه برنامج، لكن هو اخد ضجه كبيره جدا بسبب الجماعه النيتف سبيكر اللي بيتكلموا حول البرنامج ده، ان هو انا كنت نفسي اتعلم فرنساوي والبرنامج ده خلاني ان انا ابقى زي المتحدثين الاصليين. هو انت ما فكرتش ان ده ممكن يكون سبونسر للبرنامج ده، وهو اخد فلوس بس عشان يقول لك الكلمتين دول وخلاص؟ فما تكونش مغيب وتقول لي اصلا جماعه نيتف سبيكر رشحوا لي البرنامج ده. ولما كنت بتكلم مع اليكس في امريكا قال لي انا البرنامج ده قدرت ان انا اتكلم من عليه 12 لغه. بلح البرنامج ده حرفيا بلح. وده طبعا من وجهه نظر انا ما استفدتش منه في حاجه، يعني انا مش ما استفدتش من البرنامج ده في حاجه. فمن ترشيحي ان البرنامج ده ما ينفعش ان هو يكون على التليفون عندك. ده انت لو عايز تكون كويس في اللغه وعايز تختصر الوقت كده وتكون بروفيشنال اكتر في الانجليزي او في اي لغه انت بتتعلمها، فده اول برنامج معانا ما ينفعش ان يكون عندك على التليفون. ليه؟ لان هيضيع لك الوقت. ليه؟ لان هو ما بيعلمش اساسيات اللغه. ليه؟ لان هو بس عباره عن كلمات بنحفظها وبس. ليه؟ عشان حاجات كتير جدا. فبس ده من وجهه نظري انا الشخصيه، ان برنامج ديولينجو لا يصلح ان يكون برنامج تعلم لغات. وهنا نحط الختم ونقول ان برنامج ديولينجو لا يصلح ان هو يكون برنامج لغات. اشوفك في حلقه جديده من برامج تصلح او لا تصلح في فكره تعليمك للغه. وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، واشوفك على خير في فيديو قادم. سلام.